40 وحدة. هذا كسر منتب السعودي. هذا تعال مالك ما نقلبين هذا بدش المطلب. رئيس البعثة السعودية في مقر هيئة الأمم المتحدة في جنيف أصبح محل سخرية ممثلي الدول ومنظمات المجتمع المدني خلال الجلسة التي عقدت في مجلس حقوق الإنسان يوم الأربعاء الماضي. أخي لحظة حافل يعني تسجيل. القصة بدأت عندما كان النائب الكويتي الدكتور عبد الحميد دشتي يلقي كلمة أمام المجلس وصف خلالها العدوان السعودي على اليمن بالوحشي. ما يحدث في اليمن الذي تعرض لعدوان وحشي بربري سعودي سعودي عربية وصف أثار غضب السفير الذي رفع يده معترضا على أنها نقطة نظام. رئيس المجلس سمح له بالكلام الذي ابتدأه ساخرا من منظمات المجتمع المدني. أوصف ما يحصل السيد الرئيس بأن تتاح الفرصة يا مرحبا يا مرحبا. السلام ورحمة الله، كيف حالك؟ والله الحمد لله، أسأل الله منك أنت مثلي مرتاح ومفتهمني يا مخزن. معك مخزن مفتهمني ما بس. حياك الله، فوق عيني وفوق راسي. العيد الكبير مدري والله، عاد انا مدري عاد العيد صاير. ما بش حياك يا مرحبا، كيف حالك؟ نحمد الله ونشكره. كيف حالك؟ بخير مرتاح؟ ما يحب روحت قضيت العرس؟ يلا سابرها. انطلق. ألف مبروك. عاد أنا سمعت خبر أمس والله. ما سميته؟ عزام. حلو، عاشت الأسامي. أيوه مخزنين. كانوا مخزنين عندنا بالبيت. يلا تعطيته وخزنته ولا تخزنه بس؟ ما قدروا مشاريع. أمانة لا تفارحونيش. ما ضمن مشاريع. والله ايه والله انهم يعني مشحوطين احسن مننا. يعني عندهم همة احسن مننا. ايوه همة. والله ضروري. هذا ضروري. لا همك يا أخي. والله تسلم يكفي اسمعنا صوتك.